السلام عليكم. هنشرح الجزء من محاضرة السيمتوماتولوجي. هو خارج المادة العلمية، ولكن لاحظناها كده في بعض الحاجات واحنا بنقولها، تمام؟ بس نخلي بالنا كويس. طيب احنا قلنا قبل كده في محاضرة السيمتوماتولوجي ان البرين بيعمل 3 حاجات. اول حاجة اللي هي ايه؟ الكوجنيشن. الكوجنيشن ده اللي هو الايه؟ الادراك. طبعا بيشمل 10 حاجات ان شاء الله كده، نيجي في مره واحده ونبسطهم. منهم الصوت، التفكير، صح؟ طيب منهم ايه كمان؟ الميموري، الذاكره. ايه كمان؟ الميموري طبعا بكل اشكالها. سبحان الله، ربنا خلق لنا ذاكره غير الكمبيوتر. اصلا الكمبيوتر ده بيشيل داتا، بيشيل حاجات انت هتحطها، لكن الذاكره بتشيل حاجات كل ما بتمر بيه. السنس، الاحساس، المشاعر بيحفظها زي ما هي، الاودر، الريحه، كل حاجه سبحان الله بتتخزن في الميموري. طيب الصوت ان انت بتفكر وبناء عليه بتعمل ايه؟ بتعمل جادجمنت، صح؟ يعني بتحكم على الاشياء، بتعمل العمليات الحسابيه وهكذا. بناء على المعلومه اللي انت خدتها وعملت لها كوجنيشن اتجاه المعلومه دي، بتعمل ايه؟ بيعمل البرين ايموشن. واحنا لما درسنا قلنا ان الايموشن ده في حاجتين، المود، صح؟ والافكت. طيب اللي المشاعر الخارجيه والمشاعر الداخليه اللي بيبان عليك من بره من الفرح واللي انت بتخزنه جواك. بس كده؟ لا، الايموشن في حاجات تانية. الايموشن دي زي السعاده. هو طبعا المود والافكت بيشملوا الحاجات دول، لكن احنا عايزين نقول حاجه بطريقه حياتيه شويه اكتر من انها تكون علميه. يعني ايه؟ الايموشن من ضمنها الفرح، الحزن، صح؟ الغيره، الحقد، تمام؟ ايه كمان ممكن يكون الايموشن ممكن نمر بيه؟ الحب، صح؟ مش دي برضو ايموشن؟ وده يمكن الحاجه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها قوي. طيب بعد ما اعطيتك معلومه ادركتها، بناء على المعلومه دي عملت ايموشن على اساس ادراكك ليها، تمام؟ زي وليكن عندك امتحان، الايموشن عملت ايه؟ خفت، قلقت، في انكزايتي، ده ايموشن، تمام؟ توترت من المعلومه اللي انا عطيتها لك. بناء على كده الحاجتين مع بعض دول هيعملوا ايه؟ behavior، سلوك. طيب دلوقتي احنا عايزين نجاوب بطريقه المعادله اللي معانا دي. عايزين نجاوب على كذا سؤال. اولهم، ليه ربنا قال ولا متخذات اخدان؟ يعني ليه ما ينفعش ان البنت تصاحب ولد؟ دي اول سؤال. تاني سؤال، ليه الحب بينتهي بعد الزواج؟ طب وده له علاقه بالمعادله دي؟ ايوه طبعا. طيب ليه الحب بينتهي بعد الزواج؟ ايه كمان؟ دي اول حاجه. تاني حاجه. تالت حاجه، ليه الفيميل ماشي تصرفاتهم بتكون اقل حكمه من مين؟ من الميل. ده غالبا طبعا، غالبا، او اللي بيغلب عليهم، او الطابع الغالب. لو احنا كده جينا جربنا، وليكن لو جينا جاوبنا على اول سؤال، واحنا قلنا ان الحب ده من ضمن الايموشن، صح؟ واحنا عندنا في حاجه اسمها الايموشن دي هرمونات سعاده. هرمونات السعاده عندنا مين؟ زي ما ذكرنا قبل كده، النور ادرينالين، صح؟ النور ادرينالين، ومين كمان؟ والسيروتونين، ومين كمان؟ والدوبامين، صح؟ طيب احنا قلنا ان النور ادرينالين والسيروتونين دول الاساسيين بالنسبه للايموشن، والدوبامين طبعا، بس الاكتر الدومين لمين؟ الاثنين دول. ايه علاقه الموضوع ده بالحب؟ او ليه قوي فوكس على الحب؟ عشان ده فعلا تلاقي روايات بتتكلم عن الحب، مسلسلات، افلام، كل حاجه، في حين ان هم ما قالوش ان الحب ده ما هو الا نيورو ترانسميتر. الحب ما هو الا ايه؟ نيورو ترانسميتر، نقل عصبي. ازاي؟ وليكن في حد هيحب حد من غير ما يشوفه؟ لا طبعا. من غير ما يسمع عنه؟ لا.
يبقى لازم يكون في كوجنيشن، في ادراك، وليكن في ادراك للشخص ده، فتبدا الايموشن دي ايه؟ تظهر. لما الايموشن تظهر هتبدا مع وجود الشخص ده نتيجه فعل كويس عمله او مظهر في اتراكشن، انجذاب، هتلاقي ان الهرمونات دي بدات ايه؟ تزيد. الهرمونات دي لما تزيد اذا بقى في احساس بالايه؟ بالسعاده. الشخص ده هيبدا يختفي، الهرمونات دي هتقل، هيبدا في احساس بايه؟ بالحزن. يبقى الشخصيه او الشخص اللي بيمر بالمرحله دي ربط الهرمونات دي بالشخص، وجوده يعمل سعاده، غيابه يعمل ايه؟ يعمل حزن. طيب دلوقتي وليكن حصل اتراكشن وبقى فيه انجذاب، شويه شويه كلام، شويه شويه بقى فيه اقتراب، بقى فيه ريليشن. كل مره هتوصل للهدف بتاعك هتحس بالايه؟ بالسعاده دي، او الهرمونات هتطلع. ولكن اول ما توصل للهدف هتلاقي الهرمونات واخده ايه؟ واخده ثبات، بقت ثابته. تمام؟ وليكن حصل زواج ان شاء الله، يعني لو حصل مارج او الشخص ده تزوج، الهرمونات دي تبقى ايه؟ مستقره. نفس الهابنس الاولانيه لا، ما بتحصلش، لان الهرمونات ما بقتش بتزيد بوجود الشخص، وما بقتش تقل بغيابه، الشخص موجود معاك. فالهرمونات واخده ايه؟ واخده مصدر ثابت. طيب ايه اللي ممكن يخلي الهرمونات دي تقل؟ هي الهرمونات ما بتقلش بوجود الشخص، ولكن الهرمونات ممكن تقل لو حصل بقى افعال ذات نفسها تخلي الفعل ده او تخلي الهرمونات دي تقل. طب ايه اللي بيخلي اللوف او الحب بيقل بعد الزواج؟ هو ما بيقلش، احنا قلنا ان هي هرمونات بتبقى خدت مستوى ثابت مع وجود الشخص، فيبدا مش هيبقى فيه فتور بقى، لا، هيبقى فيه حاجه كده ثابته. مش هيبقى فيه الميسنج، الاشتياق، لان الشخص موجود اصلا. مش هيبقى فيه التعب والايموشن اللي كانت موجوده قبل كده، لان الشخص بالفعل موجود. غير كده ان هي ايه؟ نيورو ترانسميتر، نواقل عصبيه تفضل ثابته. انت بقى عايز تحس بنفس الاحساس اللي موجود في الخطوبه، لا حضرتك كده مثلا ممكن يحصل زعل، الاتنين ينفصلوا عن بعض، يبدا الشخص ده يغيب، الهرمونات تبدا تقل، يحصل اكتئاب، يرجع وكذلك. عشان كده بيقول المشاكل ايه؟ الملح بتاع الزواج. طيب لو احنا جينا فكرنا بالظبط، يعني الشخص ده سبحان الله ربنا قال ايه؟ وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ما قالش جعلنا بينكم حب، لان الحب هو ايه؟ مواد كيميائية بتتحرك بتتغير، وبعد الزواج بتبقى ثابتة. نفس المشاعر اللي كانت موجودة في الخطوبة مش هتلاقيها، لان هي نيورو ترانسميتر. قيس على نفس النظام هرمونات السعادة زي اللي بتتاخد الادكشن، الادمان. لو واحد خد جرعة مثلا ترامادول او جرعة اي حاجة بقى اللي هي بتزود هرمونات السعادة دي، تلاقيه خدها، تمام، اللي حصل زادت هرمونات السعادة عنده. هي اي نعم للأسف وقتية، يعني بعد زوال مفعول المخدر ده يرجع تاني لطبيعته، ولكن بعد ما خدها حس بأموشة، تمام، ولكن بعديه المخدر ما بينتهي بيحصل ايه؟ بيحصل يرجع لوضعه الطبيعي، عشان انت لعبت على ايه؟ لعبت على الهرمونات دي. طب ايه اللي بيحصل في الادكشن؟ تلاقي الشخص لو بطل يتعاطى الحاجات دي بيدخل في ايه؟ الحاجات دي بتقل، فيدخل في حزن. ده غير ان المواد اصلا يبقى ليها اثار جانبيه كتيره جدا، وهكذا. طيب برضو احنا ما فهمناش ليه ولا متخذات اقدام. اولا لان مش كل حب هيبدا بالزواج، او سوري هينتهي بالزواج، دي حاجه. الحاجه الثانيه لان احنا طبعنا كفيميل الايموشن عندنا هي اللي غالبه، مش الكوجنيشن، بس طبعا مش كله. طيب وليكن لو في بنت صاحبه ولد، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي هرمونات السعاده، النور ادرينالين والسيروتونين والدوبامين زادوا.
طيب الشخص ده خلاص عارفه، بقى يروحوا يخرجوا مع بعض، اللي بيحصل بقى فيه ثبات. طيب احنا عايزين نسخن الموضوع، عايزين هرمونات سعاده اكتر، عايزين جرعه سعاده اكتر، زي الشخص اللي بيجرب نوع من المخدر وعايز نوع اقوى، صح؟ عايز نوع يحسسه باول جرعه خدها، فتلاقيه ليه متطلبات تانية. المتطلبات التانية لمس ايدين، وهكذا. كل مرة الموضوع بيتجرع عشان تزود الايه، الاحساس بالسعادة اكتر. فطول ما انت ماشي ورا الاموشن هتعمل بيهيفير، سلوك غير اخلاقي، هتعمل سلوك ما يطوعكش، هتعمل سلوك ما المفروض لو انت فكرت هتلغيه. لكن للاسف احنا غالبيتنا بدل دخلت الاموشن في الموضوع بيكون ليها الاغلبيه ان هي اللي تكسب، بيكون ليها الاحقيه بان هي اللي تعمل البيهيفير مش الكوجنيشن. لكن لو انت حطيت ثوابت، لو انت ستوب، عملت ستوب ووقفت، وجيت عند الكوجنيشن الادراك، وجيت عند الاموشن قلت كده انف، كفايه، مش هعمل كده، ده غلط لان انت فكرت، صح؟ فانت عطيت الحكم لمين؟ خليت مين يكون عندك الدومين الاساسي اللي بيتحكم الكوجنيشن الادراك، بناء عليه هتعمل بيهيفير يناسبك، يناسب اخلاقك، يناسب دينك، يناسب التربيه والمجتمع اللي احنا فيه. ولكن مين هيقدر يمشي الكوجنيشن على الكوجنيشن؟ نسبه قد ايه؟ قليله. عشان كده ربنا خايف علينا. مش كل الناس هتقدر تتحكم في الاموشن وتخلي الكوجنيشن هو اللي بيعمل كنترول. فعشان كده لا، ابعدي، اطلعي من العلاقه وانت شخص سليم فعلا، وانت بدون طالعه بدون خساير. فايه بدل ما تدخلي على مرحله تطلعي منها بحزن، تمام، لان الحزن فعلا مؤلم. اي نعم هي سعاده، سعاده يمكن سبحان الله، سعاده الحب غير سعاده النجاح، غير سعاده لما ربنا يرزقك بمولود، غير سعاده اي حاجه بتعمل هابنس. سبحان الله، كأن كل حاجه ليها مقدار من السعاده واحساس مختلف. زي برضو لما كنا بناخد البين، الالم بتاع الراس، الصداع مختلف، الهيدك، الالم بتاع الابندكس، الالتهابات الزايده مختلف، الالتهام بتاع البين بتاع المغص الكلوي مختلف. كله بين، كله بين، ولكن كل بين بيختلف عن التاني. كذلك الامر السعاده تشملها حاجات كتيره جدا، ولكن كل احساس للسعاده بيختلف. اشمعنى السعاده بتاع الحب مختلفه؟ هي مختلفه فعلا، واقع تاني مختلف، لان ربنا جعل الفطره دي عندنا عشان يبقى في ايه، في زواج، في تقارب فيما بعد. ولكن عطلنا ايه؟ ما الحاجه دي فيها فتنه، عطلنا ان احنا نعمل كنترول عليها، عطلنا ان احنا نحصن نفسنا، ما تاخدوش اغتان، ما تصاحبوش حد، ابعدوا. عطلنا بان احنا نغض البصر. كل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. فانت تحوش الاموشن بتاعتك دي، احفظها لمين؟ للشخص المناسب اللي ربنا هيرزقك بيه، او اللي ربنا هيرزقك بيها. تمام؟ طيب نيجي بقى نقول، يبقى احنا كده في وسط الكلام قلنا ايه؟ الحب بينتهي بعد الزواج. هو مش بينتهي، هو بياخد وضع ثابت. يعني ايه؟ زي المنحنى، هرمونات السعاده بتبدا مع وجود الشخص تزيد توصل لاقصى حل اللي هو ايه؟ خلاص بقى حصل زواج. بعد كده المفروض ان هي تاخد وضع ايه؟ ثابت. ولكن الشخص ده لو لقى من الشخص التاني اللي هو اختاره بحد اهله عشانه، ولو لقى منه فعل وحش، ما هو هيظهر بقى بعدين، صح؟ هتبدا الحاجه دي ايه؟ تقل ويحصل انفصال. طيب لو الشخص ده بقى خده بالكوجنيشن، ادراكه، انا فعلا صح في ايموشن، ولكن حكمت عقلي في الموضوع ده، ففي هابنس هتحصل. انت ليك انت حر تحس بالسعاده مادام هي حلال. حس بالسعاده زي ما انت عايز، هتلاقيها تمام بتزيد ثابته. تمام، ده الا كمان المواقف ذات نفسها بتزودها، بس مش احساس الحب بقى، مش الاحساس ده، ولكن اللي افضل من الحب هو الموده، الرحمه، العشره. تمام؟ يبقى
دي نصيحة مني للناس اللي بتستمع مسلسلات رومانسية، للناس اللي بتستمع بتقرأ روايات وي تلاقي في نهاية القصة تمت بحمد الله والبطل اتجوز البطل. طيب وبعد كده ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هم ما قالكش اللي بيحصل، حتى لو هم عملوا جزء تاني وتالت والاوفر اللي هم بيعملوه ده مش الحقيقة. هم بيعملوا لك حاجات انت تستمعها وتنجذب ليها عشان يفصلوك عن الواقع. تمام؟ زي ما نسمع ان نسبة الطلاق زادت كتير قوي بسبب انتشار مسلسل تركي بدون ذكر اسمه. تمام؟ طيب نيجي بقى نقول ليه الفيميل اكثر او ايه، سبحان الله، ليه الفيميل اقل، مش هنقول حكمة، هي فعلا نقصت عقل ودين، ولكن ليه برضو؟ ليه؟ اولا سبحان الله لان الاموشن عندها هو اللي غالب. انا كل الكلام اللي بقول ما بقولش ان الاموشن وحشه خالص، انا بقول ان الاموشن دي ما تدلهاش السيطره. ليه؟ لان هي ممكن تسوقك لسلوك ما يرضيش ربنا، ممكن تسوقك لسلوك ما ينفعش مع المجتمع اللي احنا فيه وهيطلعك بخسائر. وليه ربنا عطلنا عقل نفكر بيه؟ طيب الاموشن سبحان الله في الفيميل بتبقى زايده شويه عن مين؟ عن الميل، وده ربنا ليه حكمه فيه. طيب دلوقتي الاموشن دي برضو هي اللي خلت الستات، سوري يعني انا مش بحب الكلمه دي، ولكن اندبندنت سترونج اندبندنت وومن، هي مش بتعمل كده عشان هي سترونج، هي مش بتعمل كده عشان هي خلاص كده، لا خالص. كل فعل هي بينتج عنها بيبقى نابع من اموشن وراه. طيب نلاقي مثلا السيدة زليخة لما عملت في سيدنا يوسف كيد، اللي هي كادت، وطبعا اجتمعت مع النساء وقالت لهم ادخلوا علينا عشان يشوفوا قد ايه تأثيره عليها وعلى النساء حواليها. طيب عملت ايه لما سيدنا يوسف رفض؟ دخلته السجن، صح؟ شوفوا الكيد، ان كيدهن عظيم. ده برضو بسبب ايه؟ مشاعر. هي لو عملت كوجنيشن كانت قالت احفظ كرامه زوجي واحفظ كرامتي، لان هي لا، مشت ورا الاموشن بتاعتها. هل كل الستات كده؟ لا طبعا مش كلهم. نيجي مثلا عند مين؟ وليكن شجره الدر، لما كنا نسمع ان نجم الدين ايوب لما توفى هي عملت ايه؟ عملت كنترول، عملت دومين لمين؟ للكوجنيشن، خبت وفاته، خبر وفاته، وراحت عملت ايه؟ قادت الدنيا من وراه لحد ما الجيش يكسب وترجع تنشر الخبر. فاحنا هنلاقي انه سبحان الله في علاقه بين الكوجنيشن والاموشن والبيهيفير، في علاقه، ولكن دايما في اغلبيه اوقاتك، مش هقول دايما، لان الاموشن برضو سبحان الله ربنا ليه حكمه، ليه حكمه ان احنا يكون عندنا اموشن، ليه حكمه في وجودها، ليها فايده جدا، هي اللي بيخلي الام تستحمل بعد الولاده الاولى كميه التعب وتعب، حتى لو ولدت قيصري برضو بيبقى فيه تعب وارهاق من الجرح اللي معمول، ولكن بعد كده بتخليها يعني بتخلف تاني وتالت ورابع، اللي هو مش هنقول نسيت التعب، ولكن الاموشن هي اللي فايضه عندها. الام بتيجي من الشغل تعبانه وتحضر اكل لاولادها وتراعيهم، عشان الاموشن هي قوه دفع. طيب اخر حاجه بقى، ليه الحب الاول زي ما بنسمع بيقول لك الحب الاول لا ينسى، ما بيتنساش؟ هو مش حته ما بيتنساش، هي الفكره في التاثير بتاعه. يعني مثلا الحب الاول ده هي اول هرمونات سعاده خاصه بالحب طلعت، اول احساس حب طلع. ابسطها لك اكتر او نبسطها اكتر، اول جرعه سعاده خدتها، اول جرعه ترامادول طبيعيه خدتها، اول سيجاره حشيش طبيعيه خدتها، اول دوز خدتها. فده بيعمل ايه؟ بيعمل سنس. هي الفكره ان هو مش بيتنسى الحاجه دي، شعور الحاجه دي اتركنت واتخزنت فين؟ في الميموري. لكن انت الشخص ذات نفسه لا، انت نسيته، انت مش فاكره، انت مش عارف عنه حاجه، ولكن اول ما تشوف الشخص الميموري تفكرك بمين؟ بهرمونات السعاده اللي طلعت عشانه. فنقول ان هو ما بيتنساش؟ لا، هو بيتنسى عادي جدا.
كل حاجه الميموري لاول سنس حصل، الهرمونات السعاده طلعت لحاجه زي كده، لكن عادي بيتنسى وبيجي شخص غيره، زي الواحده اللي خطبت وفسخت الخطوبه وتيجي تخطب تاني وتحبه، ولو اتفسخت تخطب تالت وتحبه، عادي الحب بيروح ويجي، مفيش حاجه مفيش مشكله، هرمونات اصلا. يبقى اصلا ما لاف الا نيورو ترانسميتر، نواقل عصبيه. فبناء على كده نحكم مين؟ الكوجنيشن. فده نصيحتي لكل البنات، لما تيجوا يحصل زواج او كده، خد جزء من الايموشن براحتك براحتك، ولكن اعمل كنترول لما تيجي تعمل بيهيفير غلط. في نفس الوقت تخلي من الدومين في حياتك الكوجنيشن وليس الايموشن.